لعب نواف العابد يسدد وكرة تصل في المحاولة إلى عيسى المحياني داخل منطقة الجزاء ركلة جزاء عن طريق اليوناني أناستاسيوس كاكوس. ركلة جزاء لصالح الهلال والبطاقة الصفراء الثانية على عبدو برناوي، وبالتالي الحمراء على لاعبي النصر في هذا الموسم حتى الآن. كرة نتابعها، عيسى المحياني داخل منطقة الجزاء، وهنا الكرة المشتركة وركلة جزاء صحيحة بصافرة حكم اللقاء أناستاسيوس كاكوس. وش الهو في المرة، ايش الهو بيحرز الهدف الأول للهلال، هدف أول للهلال في الوقت بدل الضائع. ومعها يطلق أيها الأعزاء حكم اللقاء الحكم اليوناني السيد أناستاسيوس كاكوس صافرته معلن نهاية شوط المباراة الأعزاء بهدفين مقابل هدف واحد، يصبح 18 نقطة وحظ أوفر للهلال الذي يتلقى أول هزائمه في دوري زين السعودي ويظل ب 38 نقطة وفي الصدارة. شكرا لكل من تابع معنا هذا اللقاء أيها الأعزاء. كنا في ديربي الرياض وديربي السعودية الشهير، النصر والهلال، هدفين